يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم وزة الفحار من قناة وزة الفحار. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الفراخ. انا هنا عندي طماطمايه، عندي فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، عندي بصلة كبيرة او اتنين متوسطين، عندي بقدونس، وعندي بقدونس وكزبرة خضراء، عندي توم. الاول هنضرب الكلام ده مع بعض في الكبة بتاعة الخلاط، وبعد كده هقول لكم على التوابل اللي هتتضاف. هنا يا جماعة بعد ما ضربت الخضار بتاعي ضفت عليه توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كزبرة، بهارات فراخ، 7 بهارات، ملح، فلفل، حبة قرفة. وهرجع اضرب تاني علشان خاطر التوابل تتجانس مع الخضار. وبعد كده نزلت عليهم، بعد ما ضربت التوابل مع الخضار نزلت عليهم بالفرخة بتاعتي. دي فرخة مخلية من العظم خالص يا جماعة، بتجيبيها في حدود كيلو ونص، كيلو 800. وتقطعيها صغير بعد ما تغسليها كويس، وتنقعيها في المحلول الملحي اللي هو عبارة عن خل وملح وليمون ومعلقة سكر. وبعد كده تغسليها وتنضفيها كويس جدا من الزلال اللي هو الزلال الشفاف، لان دوت هو اللي بيعمل الزفارة، لكن بتخلي فيها الدهون، لان الدهون دي انتي محتاجاها عشان تخلي الفراخ من جوه طرية شوية، ما تخليهاش ناشفة. تمام، هضربهم في الكبة وارجع لكم تاني. وهنا يا جماعة بعد ما ضربت الفراخ حسيت ان هي لسه طرية، فزودت لها حوالي من 3 ل4 معالق بقسماط، وهرجع اضربهم تاني مع بعض. ادي يا جماعة شكل الكفتة بتاعتنا بعد ما اتعملت في الخلاط في الكبة. طبعا بقى لو لقيتي فيها انتي اي حاجات لسه مكلكعة وبتاع ومش عارف ايه ومش راضية تتضرب في الكبة، خلاص انتي بتشيليها وترميها. تمام. انا هسيبها لمدة يومين في التلاجة، وبعد كده هطلعها اصبعها. وبعد ما بتتصبع يا جماعة لازم تدخليها ترتاح في التلاجة بتاع حوالي مش اقل من نص ساعة، يا ريت لو ساعة كمان، علشان خاطر تتشمع دي، عشان خاطر لما تيجي تحطيها في الصينية تلاقيها ما بقتش، يعني تعرفي تشكليها وتعرفي تظبطيها. تمام. ده ساعة قبل، يعني لو هتشتغلي بيها على طول لازم ساعة قبل ما تصبعيها. وبعد ما تصبعيها سيبيها حوالي نص ساعة بس كده عشان تمسك من حرارة ايدك. تمام. في النهاية لو عجبكم الفيديو بليز لايك وشير. كانت معاكم وزة الفحار، باي باي.